أخواتي إخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد ربنا حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن علق قلوبنا بكلامه، فكلامه الشفاء لما نعاني منه من أضرار بدنية وأضرار نفسية وأضرار اجتماعية. في كلام الله نجد ضالتنا، نبحث عن الأمن والأمان والاطمئنان. نريد أن نكون من أهل الألباب الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قريب سميع بصير عليم. الأمر أمره والجود جوده والكرم كرمه. اليوم بحول الله بغيت نشارككم معايا في بعض الخواطر اللي كنعيشها وتنشوف فيها كرم الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفت أمام المرآة وتذكرت حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي تيقول المؤمن مرآة أخيه، وقلت الشيء اللي بغيت لنفسي بغيته لغيري، وبغيت بحول الله وبجوده وكرمه ينصرني وينصر جميع المسلمين على نفوسهم، لأن الهوى إلا تملك بالنفس كيولي الشكل أهم من العقل، لكن إلى العلم النافع كسى القلب وكسى النفس كيولي العقل أولا والشكل ثانيا. تأملت وجهي أمام المرآة والحال ديالي وسألت السؤال: واش كنقدم عقلي على شكلي ولا تنقدم شكلي على عقلي؟ علماءنا الفضلاء الصفوة من الخلق، الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام اللي هو القدوة ديالنا واللي هو الشفيع ديالنا واللي هو خلالنا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا. خللنا القرآن العظيم وخللنا السنة كذلك. فإذا كانت يهمنا نربطوا قلوبنا بعقولنا وعقولنا بقلوبنا ونمشيو على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكل نهار نسألوا السؤال، وكل سؤال غيكون مختلف على سؤال، ولكن كلهم كيكبوا في ود واحد: ماذا نريد من هذه الحياة؟ سنمضي يوما سنترك كل شيء وراءنا وسنجد أشياء وأشياء أمامنا. فشنو هي الأشياء اللي غادي نلقاو أمامنا؟ بغينا نلقاو الرضا نتاع الله، وبغينا نلقاو الصدق والإخلاص ممزوج في كلماتنا في كتابنا اللي غادي يعطيه لنا الكريم سبحانه وتعالى، ويقول لنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لهذا أخواتي إخواني، اليوم بحول الله نتمنى من الله تبارك وتعالى يفتح لنا البصيرة، نعقدوا جميع واحد النية، نصفيو العقول ديالنا ونخليوها تخدم، ونخليو عقلنا هو اللي يعطي الأمر، ونتبعوا ما في عقولنا باش يولي شكلنا مطابق على ما في عقولنا. هذا العقل اللي خلقه الله تبارك وتعالى وقال له: أقبل فأقبل، قال: أدبر فأدبر، قال: وعزتي ما خلقت شيئا أكرم منك. إذن هذا الجسد اللي كنعيشوا به هو غير سيارة خدمة. شكون اللي تتحكم فيه؟ إلا كان تتحكم فيه هذا العقل، وهذا العقل كيعطي الميساجات للنفوس ديالنا، وكنشوفوا ما يرضي الله نسبحوا ونحمدوا ونكبروا ونهللوا، ويكونوا تسبيحاتنا كي تنقولوا لها بلغتنا بعقلها، لأن هذه التسبيحة اللي غتخرج من اللسان ديالنا أكيد أرسلها العقل اللي فكر وتدبر وتأمل وعلم أن الله واحد أحد فرد صمد، وجميع ما تراه أعيننا اللي هي نوافذ لعقلنا تدل على أن الله عظيم وأن الله كريم وأن الله لا يخفى عنه حال في الأرض ولا في السماء. آذاننا هذه اللي كتسمع أصوات وأصوات، أصوات من مختلف الأجناس، من طيور، من حيوانات، من كلمات للبشر،
من كل ما ينطق في هذا الكون. إلا الأذان ديالنا سمعات أن الحمد والشكر ساري في هذا الكون، وسمعت أن كل المخلوقات تسبح بحمد الله، وعرفت أن قليل من الناس من يسبح، غادي بطبيعة الحال تركن إلى رحمة الله وتسبح هذه النفس وتعلم أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتتعلق به وحده، ويكون هدفها الوحيد هذه النفس أنها توكل عليه وتنال الرضا ديالو. بالتالي غادي تكسب سعادة، وهاد السعادة غادي تقذف من قلب تنور بمعرفة، وعقل تنور بعلم، وغادي فعلا نلبسو في هاد الشكل حلة النور، لأن غادي يتكسى هاد البدن اللي هو الشكل الخارجي لهاد النفس بأنوار وأنوار، وبأمن وأمان واطمئنان، وغادي ننساو كل حاجة سلبية كترجعنا اللور، وغادي نقولوا الحمد لله اللي زادنا في العمر ديالنا حتى ولينا نخاطبوا النفوس ديالنا بكلامه، ولات قلوبنا كتشعر أنه كريم ورحيم، هو اللي غادي يضمد الجراح ديالنا ويجبر الكسور ديالنا ويعطينا ما بغينا وما تمنينا، إلى فعلا قصدناه بصدق وبأمانة وصدقناه بإخلاص ومشينا على هاد الأرض كنادي ونقولوا قال حبيبنا المؤمن مرآة أخيه ومرآة نفسي، عقل تدبر وتأمل وتفكر فأرسل ما أرسل من علامات نرى بها نور الله وعطاء الله، ونتفاءل القادم أفضل مما مضى. وهذه الأيام التي تحيلنا على أيام البركات، رجب على الأبواب وشعبان بعده ورمضان سيحل، نرجو الله أن يطيل أعمارنا وأن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. أرجو الله تبارك وتعالى أيضا لي ولكم الثبات على ما عرفناه والعمل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنته اللي هي الضياء التي تنير دروب حياتنا وتزيح عنا الظلمة والغمة. فاللهم بارك لنا وزدنا من فضلك، واجعلنا من الذين قلت فيهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا يا رب العالمين في خدمتك بعونك وجودك وكرمك. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم ردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم يسر أمرنا واجعل هوانا فيما يرضيك عنا برحمتك وكرمك. جملنا بنور القرآن وألبسنا الحلل، ويسر أمرنا لأخذ تاج الكرامة. أكرمنا يا رحيم، وارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم من علمنا ومن وصانا ووصيناه بدعاء الخير. وأنر قلوب أبنائنا حتى يكونوا من الصالحين، وبناتنا حتى يكونوا من الصالحات برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.